بحملها علم الكلام وضاقت اللهجات. أن لا إله سواك عاشوا عزها أصحاب سيدنا الرسول وماتوا. أن لا إله سواك زاديها هنا وهناك ذخري والعظام رفات. أن لا إله سواك تغني يوم لا يغني الملام وتنفع الحسرات. أن لا إله سواك آخر قولنا فاجعلها يوم تعشرق الزفرات. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حقيقة ختام الموضوع الأول حتى يتواصل كيف تتم القراءة باسم ربك، لأنه كما قلت لكم القراءة تحصل قراءة الحدث، ليس إلا قراءة القرآن، قراءة الحدث الذي يحصل كيف تقرأه باسم ربك، لأنه كما أشرت لكم أنه هناك قراءة للحدث باسم المصلحة، باسم الهوى، من أجل أن تفهم الحقيقة وتطمئن كيف تقرأ الحدث باسم ربك. لا يمكن أن تصل لهذه القراءة إلا إذا تشكلت عندك الأبجديات، أبجدية القراءة. هذه الأبجديات أنا أسميها قواعد السير على مراد الله، كيف تعيش اللحظة على مراد الله. لأنه تلاحظوا أبنائي نحن نعبد الله. أنا أذكر فترة من الفترات كذا وأنا أعيش موضوع العبودية، قلت طيب هل أنا عبد لله 24 ساعة ولا عبد لله أثناء الصلوات بس، على اعتبار أنه نحن نصلي قلت حتى كيف ما كانت، يعني أجي تحسبها الصلوات لا تصل إلى ساعة واحدة. طيب بقية اليوم نحن عبيد لمن يعني؟ فكانت هذه زي العصف الذهني يحصل عند الواحد. ولما نعيش يا أبنائي الواحد معانا مثل هذه الله يفتح على الإنسان. لأنه لاحظوا اللي فتح الله عليهم هذه الفتوحات الصناعية إيش قصتهم؟ وهم كفار. كل واحد يا أبنائي كذا اعتكف في محراب فكرة يفتح الله عليه، كان من كان مسلم، كان كافر، كان من كان. فإذا كان الكفار اعتكفوا في محراب فكرة وفتح الله عليهم هذا النعيم الذي نعيشه بالآلة والاتصالات وما إلى ذلك، ما بالك لما يعيش الإنسان الآن محراب فكرة ترضي الله سبحانه وتعالى. فأقول وبالله المستعان أنه هناك قواعد، وطبعا عندنا شيوخ أصوليين أتمنى لو يؤصلوا هذه القواعد يعني، وأعتبر أن سكوتهم فيها إجازة لي. الله يكرمكم. هناك قواعد اجتهدت أنا في تقعيدها وعرضتها على بعض المشايخ واستحسنوها. هذه القواعد تصل إلى 10، مش مهم العدد، 3 قواعد في حديث واحد: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طيب الحلال البين ما هو المطلوب؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، واضح. والحرام البين وما نهيتكم عنه فانتهوا، كلام قطعي. إذا لم ينتهي ما بيقدرش يواصل في القواعد التي تليها، إذا لم ينتهي ومن النواهي اللي يقوم بها ما بيقدرش يواصل. طيب المشتبهات، بعض الناس يعتبر نفسه عاقل كبير ويقول لك أنا عاقل. القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المشتبه خلي على جنب، لا تقولش أنا واثق من نفسي أنا عاقل. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقي الشبهة حتى يتبين لك حلها أو حرمتها، فإذا تبين حلها أتيت منها ما استطعت، وتتبين حرمتها تركتها. إذن هذه 3 قواعد تكاد يا أبنائي تجمع الشريعة كلها، ولا لا؟ تجمع الشريعة كلها، يعني الحلال والحرام ولا. طيب هذه 3 قواعد في الشريعة، وأصبح الإنسان ما شاء الله مستقيم على مراد الله، ما نهى الله عنه انتهى، وموقفه من الشبهات واضح. الآن من القاعدة الرابعة فما فوق يا أبنائي، من القاعدة الرابعة فما فوق الحياة اليومية، الحياة المباحات. كيف نحول هذه المباحات أو العادات إلى عبادات؟ كيف نحول هذه المباحات التي نمارسها؟ مثلا أنت تعمل، كيف يكون عملك عبودية لله؟ ما يكونش المسألة يعني عبارة عن عادة. لأنه تلاحظوا في الرسم العربي العادة العبادة الفرق بينهن إيش؟ نقطة. تعلموا ما هي هذه النقطة؟ إنها النية. النية اللي تحول العادة إلى عبادة. فالقواعد التي بعد ال3 هذه كلها في المباحات وفي الحياة اليومية. القاعدة الرابعة هي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لاحظوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم،
كان بالإمكان أن يكون من حسن إسلام المرء اهتمامه بما يعني، ولا لا؟ إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال تركه ما لا يعنيه؟ كلمة بديعة عجيبة. مهم جدا أن تعلم دائرة ما لا يعنيك، لأن أولاد والله سيجد الواحد نفسه دهر يقضي في جهد في أمر ويتبين له في الأخير أنه لا يعني. فمهم جدا أن تعرف مساحة ما لا يعنيك. وأظن أهم ما يعنيني بعد أن أعرف مساحة ما لا يعنيني، أهم ما يعنيني أن ما أروح النار، ولا لا؟ أهم ما يعني الواحد أنه ما يروح النار. وأكمل ما يعنيني رضا الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عني وأن يرضى عن مواقفي وأقوالي وأفعالي. إذن هذه القاعدة الرابعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو تحديد مساحة ما لا يعنيه، وبالتالي يصب كل اهتمامه في ما يعنيه. القاعدة الخامسة، طبعا أنا أتكلم الآن في المباحات، ولما الحلال والحرام تركنا خلاص يعني الموضوع انتهى. القاعدة الخامسة، إذا وجدت نفسك بين عدة خيارات، تعمل هذه ولا تعمل هذه ولا تعمل هذه، إذا أمكن أن تجمع بينهم فهو أولى. وإذا ما فيش إمكانية إلا أن تعمل واحدة، لا تربي نفسك على الترخص، ربي نفسك على العزيمة. نعم، ربي نفسك على العزيمة، لا تربي نفسك على الترخص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذلك لو أتيت إلى ألفاظ القرآن في فعل الإنسان اللي يبذله الإنسان، ورد في القرآن 4 ألفاظ: يعملون، يفعلون، يصنعون، يكسبون. طيب ليش ما كانتش كلها يعملون؟ تلاحظوا أنه محاولة الإنسان في أي عمل، محاولته الأولية يسمى عمل. وأنا دائما أضرب لهم مثال من حق النجارين الحجار هذولا. يعني تخيل واحد عادوا بدأ يتعلم نجارة الحجار، يجلس طول النهار مسكين ويعور يداته وخروج الدم وذا، والحجارة عادها مش مقبولة، مع أنه عمل مضنى. يعني تحصله لأنه في عنده مثال للحجرة المطلوبة، يفعل أداؤه في المحاولة الثانية، ثم يفعل أداؤه في المحاولة الثالثة، وهكذا يظل يفعل في أدائه حتى تصل إلى صنعة عنده، يقولون نجار. فإذا حصلت الصنعة عنده يحصل له الكسب. فالإنسان هنا لما يبدأ يفعل أداؤه ويربي نفسه على العزيمة، يصل إلى هذه الدرجة من الكسب عند الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت نفسك بين عدة خيارات تقوم بها أنت، اجمعها، وإن لم تستطع لا تربي نفسك على الدون. إذا ربيت نفسك على الدون لن تمضي، ستبقى هنا، ستبقى حتى وإن حققت التي قبلها ستبقى هنا. طيب في بعضهم يقول لي: طيب يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خيرت بين شيئين اختار أيسرهما. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خيرت، وخيرت مبني للمجهول، يعني واحد خيرك يقول لك أعمل لك كذا ولا أعمل لك كذا، لا تحمل الآخرين الثقيل، حملهم اليسير. أنت إلزم نفسك بالعزيمة نعم، لكن الآخرين وتعاملك معهم لا تلزمهم اختار عليهم الأيسر. وهي القاعدة التي تليها: إذا خيرت بين شيئين من قبل آخر اختار أيسرهما على الآخر، لا تحمل الآخرين الثقيل. بعد هذه تأتي القاعدة الجامعة هذه في المعاملات: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. صوروا الإنسان لو عاش الحدث اليومي على هذا النحو، كم وهو يعيش هذا البعد عبودية لله. بمعنى واحد قال عندي محتاج وأنا عندي ما يسد حاجته، لما أعطيتوش ما بدخلش النار، لكن الآن أريد أن أعبد الله في هذا الحدث، ويقول لك الله كي يطرحي على هذا النحو، لو أنت محتاج مثله هل تريد أن يساعدك؟ أيوة أريد أن يساعدني. إذن خلاص اعتبر أمر الله لك أنك تساعده. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. هذه القاعدة التي تليها. القاعدة التي بعدها، لاحظوا الارتقاء الآن: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. لاحظوا هذا الارتقاء الآن: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني لاحظ الآن أنت ما تنتظرش ردود أفعال من الخلق، مع أنه كان المقام الأول مقام عبودية، لكن الآن المقام مقام واصلين. عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. لاحظ: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بل إذا وصلت إلى هذا المقام ابن يجعلك الله أثر تدل على كماله، يجعلك الله أثرا تدل على كماله. وهذا معنى الاستخلاف.
يعني مثلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لها معنيين، معنى أدنى ومعنى أعلى. المعنى الأدنى أن الله يغفر لك ويرحمك كما غفرت ورحمت، والمعنى الأعلى أنك تعرف بالله الغفور الرحيم بهذا التصرف، أنت تعرف بالله الغفور الرحيم. ولذلك لاحظوا مثلا موقف يوسف عليه السلام لما أخوته قالوا في الموقف الأخير يقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عاد ما قالوش وإن إحنا خاطئين، يعني إيش يقول لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم. ولاحظوا يصدر الحكم عن الله، يغفر الله لكم. طيب تقول إيش لأنه عنده قاعدة يقول لك إذا كان أنا اللي رموا بالبير وتبهذلت وبتعت عبد ودخلت الحبس ما عنديش مضاضة أن أنا أسامحهم، ماشي عن بالله سبحانه وتعالى. فأنت الآن تعرف بالله الغفور الرحيم. يعني إذن عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به، يجعلك الله أثرا تدل عليه بأفعالك وأقوالك. التي يليها هذه التي يليها وهي لعلها الأخيرة، إذا وجدت نفسك بين أمرين لا يمكن إلا القيام بأحدهما وهم أمرين متساويين. طيب كيف متساويين؟ ما هو المرجح عندي؟ انظر أيهما أحب إلى نفسك واختار الآخر. ونضرب لي مثال، لما مرة يطلبوا مني محاضرة في جامع، الجامع هذا يعرفونه ويعرفون من محمد المقرمي ويعملوا لي إعلانات ودعايات ويقولوا لي بالسيارة ويستضيفوني، وهذا أمر ترغب به النفس. الجامع الثاني ما أحد يعرفك، بل أول ما تصل يعلقوا عليك وعلى شكلك ويقول هذا الآدمي إيش بيقول يعني. فاختار هذا الآخر. ومرة حصل لي موقف عملي، يعني تجد إن الله سبحانه وتعالى لما تعيش المفاهيم صحيح يريك إياها على الواقع. دخلت مسجد هكذا ما حد يعرفني فيه، قاموا الشباب اللي نسقوا معي بعد الصلاة يقولوا، فكنت هذيك اليوم لابس كوفية من حق أصحاب تهامة هذيك اللي تجي خيزران، وأنا باللباس البسيط هذاك الفوطة ولا. واحد قدوا عند الباب مش عارف يقول لك، وبعد بلهجة أهل صنعاء يقول ما عاد يقول هذا الآدمي. ما عاد يقول هذا الآدمي زين. فالشيطان طبعا بدي يقول لنا ما لك الشغل، مش وقتك عند الحين، خليك على جنب. طبعا الرجل تحدى نفسه هكذا ووقف عند الباب انتظر ماذا سأقول يعني. فبديت استفتحت بأبيات من الشعر هذه اللطيفة اللي تسمعونها، وبدأت بالحديث. أشوف الرجل صانكم الله طرح حقه الحذاء شوية وجلس عند الباب شوية، وقدوا بنص المسجد شوية، وقدوا عندي هنا. الله نعم. فخلصنا المحاضرة وبعدين قام سلم علي وقال لي أنا آسف. قلت له على إيش؟ عملت نفسي يعني ما سمعته. قال لي لا تقول لي على إيش، أنت سمعتنا. وأنا صيحت بصوت مرتفع كنت قليل أدب. قلت له والله مسامح يا ابني، سامحك الله ما فيش مشكلة، لكن بسألك سؤال. قال لي إيش؟